من أكتر الأسئلة اللي بتتسأل عندي في التعليقات في القناة أو حتى على البيج، إزاي أبقى أخصائي تخاطب أو أخصائي متخصص في الفئات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال كلية الخدمة الاجتماعية أو من خلال المعهد العالي للخدمة الاجتماعية. ده موضوع فيديو النهاردة. يلا نبتدي واسمعوا الفيديو لآخر لحظة فيه عشان مهم جدا جدا جدا. يلا بينا. تعالوا نحط شوية نقاط أو نقط على الحروف قبل ما نبتدي في سرد الطرق اللي من خلالها هنبقى كده. في ناس هتبدأ تخش أو تهاجم الفيديو مجرد العنوان، وفي ناس هتسأل أسئلة إيه علاقة خدمة اجتماعية بالموضوع، يعني وفي أسئلة هتبقى على شكل هجوم. خلينا نرد على الأسئلة دي قبل ما تتسأل أو متوقع إن هي تتسأل، لأن هي اتسألت قبل كده أو اتهاجمت قبل كده لمجرد إن أنا بقول حقائق. المهم، معلش استحملوا الفيديو للآخر. ليه كلية خدمة اجتماعية أصلا تشتغل في التخاطب؟ تعالوا نسرد الموضوع بشكل علمي وبشكل سريع. كلية خدمة اجتماعية ليها طرق أو أقسام، خلينا نقول طرق. من ضمن الطرق بتاعتها العلمية طريقة بتسمى طريقة خدمة الفرد، ومن ضمن الأفراد اللي بيشتغل عليهم الأخصائي الاجتماعي هم الأفراد ذوي الهمم أو اللي عندهم مشكلات فردية أو مشكلات شخصية أو مشكلات بتعيقهم عن الاستمرار في مهامهم الحياتية أو إنهم يقوموا بدورهم الطبيعي. ومن ضمن الحاجات اللي بيتعلمها الأخصائي الاجتماعي في الشغل بتاعه أو في الكلية طريقة أو طريقة عمل المقابلة الشخصية، طريقة عمل دراسة الحالة، طريقة تسجيل البيانات أو تسجيل اللي بيحصل حواليه، أو إزاي يعمل دراسة كاملة ويسجلها، ازاي حتى يعمل استمارات من خلالها يجمع منها معلومات، وازاي كمان يدير مقابلة ويبدأ يتعامل او يساعد الشخص اللي عنده مشكلة. وطبعا من ضمن الاشخاص او الافراد اللي عندهم مشاكل عادة يعني نقدر نحط من ضمنهم الاشخاص ذوي الهمم او الاشخاص اللي عندهم اضطرابات في النطق او عندهم حتى مشاكل دراسية. فبالتالي من اكتر الاشخاص المنوطين بتأهيل الاشخاص دول هم الاخصائي الاجتماعي، وقادر جدا انه يتخصص في المجال ده ويبقى متخصص جدا في علاج ذوي الهمم او متخصص في الفئات الخاصة او حتى في اضطرابات النطق او التخاطب. هل الموضوع هيتوقف لحد كده؟ لا، برضو من ضمن مجالات او من ضمن اقسام الخدمة الاجتماعية مجالات الخدمة الاجتماعية. ومن ضمن مجالات الخدمة الاجتماعية مجال بيسمى مجال الفئات الخاصة. ومجال الفئات الخاصة هو عبارة عن مساعدة الأشخاص ذوي الهمم أو بتسمى أو بيسموا في الخدمة الاجتماعية الفئات الخاصة أو الأشخاص المنوطين بالرعاية أو بيحتاجوا إلى رعاية خاصة بسبب عندهم أمراض مزمنة أو إعاقات مزمنة بتعيقهم عن استمرارهم بشكل طبيعي في حياتهم، أو عندهم اضطرابات بتسبب لهم مشاكل. التخصص ده موجود من ضمن مجالات الخدمة الاجتماعية، ومن ضمن الدراسات بتاعتها دراسات للإعاقات بأشكالها وطرق العلاج وطرق التأهيل. وبالتالي نقدر كده نقول بقلب جامد قوي قوي ده شغلنا، عشان ما حدش يجي يقول لي ايه ملكوش علاقة بيه. فعشان تبقى عارف وعشان تقدر ترد على اي حد يقول لك لا ده شغل اشخاص تانية، الناس تانية على عيننا وعلى راسنا وانتم يعني احسن مننا مليون مرة، بس انا بقول لك الواقع وحاول تتعلم قبل ما تقول كلام انت مش عارفه. هنا بقى هننتقل للجزئية اللي بعد كده، وهي كيفية الدخول في المجال مباشرة، او هتبقى اخصائي اجتماعي متخصص في مجال الفئات الخاصة. في طرق كثيرة او في يعني اكتر من حاجة. سامعين صوت الديك؟ الفجر هيأذن باين او النهار هيطلع، بس ده الميعاد الفيديو اللي انا بصور فيه مش متأخر او كده. المهم، خلينا نرجع للموضوع بتاعنا. تقريبا كل كليات الخدمة الاجتماعية والمعاهد العليا موجود فيها دبلومات. من ضمن الدبلومات بتاعتها او اللي موجودة جواها دبلومة الفئات الخاصة، وطبعا في دبلومة المجال الطبي ديك مصمم، ودبلومة المجال الطبي والفئات الخاصة. والفئات الخاصة دبلومة بتبقى سنتين موجودة في المعاهد العليا وفي الكليات.
هل بس كده؟ لا طبعا، في اكتر من كده. المفاجأة في ناس كتير ما تعرفهاش، كلية خدمة اجتماعية الفيوم السنة اللي فاتت لأول مرة بتفتح دبلومة التخاطب مباشرة. دبلومة بتسمى دبلومة التخاطب والإشارة. وفي دبلومة كمان اسمها دبلومة تنمية بشرية داخل الكلية، دبلومة مقننة علمية بتدرسها بشكل علمي مع الدكاترة أو الأساتذة اللي موجودين في الكلية. فبالتالي كلية خدمة اجتماعية دلوقتي برضو فيها تخصص تخاطب بالتحديد في دبلومة، وبرضو في دبلومات الفئات الخاصة ممكن تشتغلها، وممكن تبدأ تعمل الماجستير بتاعك مباشرة في أي كلية بقى. هنا بقى الموضوع، تقدر تعمل الماستر او الماجستير بتاعك في اي كليه خدمه اجتماعيه، زي كليه خدمه اجتماعيه حلوان، زي كليه خدمه اجتماعيه الفيوم، زي بتاعه اسوان. وفي اكتر من كليه، ولو دخلتوا على النت او عملت سيرش على جوجل تكتبوا كليات الخدمه الاجتماعيه في مصر، تقدر تعمل فيها الماجستير بتاعك بشكل مباشر وتتخصص في مجالات الخدمه الاجتماعيه، مجال الفئات الخاصه. تقدر تكمل حتى لمرحله الدكتوراه. هل خلاص انا كده لما اخد الدبلومه دي او اعمل الماستر يبقى انا كده بقيت اخصائي؟ لا طبعا. بس قبل ما نخش على المرحلة التانية من ان انت تتعلم الشغل نفسه وتبدأ تشتغل، خليني اقولك برضو ابواب اخرى او اماكن اخرى بتتيح انك تعمل فيها دراسات عليا. كلية تربية، قسم تربية خاصة بيتيح عمل دراسات عليا، بس انت محتاج تعمل دبلوم عام الاول ثم دبلوم مهني، ممكن تكمل للخاص لو انت حابب تكمل للماجستير. كلية علوم ذوي الإعاقة أو كلية علوم الإعاقة موجودة في جامعة الزقازيق وفي بني سويف، ممكن تعمل فيها دبلوم عام وخاص. انا شخصيا لو كان رجع بيا الزمن كنت عملت مباشرة في كلية الخدمة الاجتماعية. اعتزوا جدا بكليتكم واعرفوا ان انتم مهمين وكليتكم مهمة. طيب انا كاخصائي اجتماعي عملت دراسات عليا وبقيت متخصص في الفئات الخاصة، هل انا كده هقدر اشتغل بقى واروح افتح مركز واعمل الجو اللي احنا بنعمله ده؟ للاسف لا، الموضوع لسه مخلصش. هل انت هتبقى كده فت وتقدر تواجه سوق العمل؟ لسه برضه محتاج تدعم نفسك اكتر بالكورسات والتدريب العملي. وانا بقول لك من دلوقتي، وقت ما تبدأ دراساتك العليا لازم تاخد كورسات جنب دراسات العليا. مش معقول تفضل قافل حياتك او مخلي حياتك بس في الدراسات العليا. يعني بتعمل دبلومة، وانت بتعمل الدبلومة خد كورس صغير كده لمدة شهر ولا شهرين، اتخصص في الكورس ده في اضطرابات النطق او التخاطب. خد مثلا كورس عن المقاييس، خد كورس عن البرامج، خد كورس في تنمية المهارات، خد كورس في احدى الاعاقات او في مثلا اضطراب طيف التوحد، خد كورس عن المتلازمات. اتعلم واستفيض في العلم. عادة الكورسات اللي بتبقى مع اشخاص او اخصائيين بيشتغلوا بتبقى كورسات مفيدة او مبشرة، لانها منقول منها الشغل العملي مباشرة ليك على طبق من فضة. هل هنتوقف لحد كده؟ لا برضه، استحملوا بقى. بس يعني انا بقول لكم النصيحة بعد خلاصة الخبرة او الجزء اللي انا عملته، يعني بقول لكم اللي انا حتى لو وقعت فيه حابب انتوا ما تقعوش فيه. طيب برضو من اول يوم وانت بتاخد الكورسات وبدأت في الدراسات العليا، دلوقتي انت بتبدأ دراسات عليا وشغال تدرس، عندك محاضرتين 3 في الاسبوع، عندك يومين او 3 في الاسبوع فقط، يوم كمان بتاخد فيه كورس. حلو قوي. اكيد يبقى عندك يا اما ايام فاضية، يا اما عندك وقت بارت تايم، يعني جزء من اليوم فاضي، يا اما انت بتروح الكليه الصبح وبترجع اخر النهار، او بتعمل العكس. البارت تايم ده بقى حاول تستغل فيه امكانياتك اللي انت بتتعلمها بشكل نظري سواء من الكورسات او حتى الدراسات العليا، وتبدا تتوجه مباشره لاقرب مركز تخاطب او مركز تاهيل او اي مؤسسه قريبه منك. تبدا تطلب التدريب، تقول انا شخص بدرس كذا وعندي امكانيات كذا دلوقتي ومحتاج ان انا اتدرب بشكل عملي. التدريب يا اما تدريب بمقابل او حتى بدون مقابل، المهم انك تتدرب وتشوف حالات وتكون شخص لماح قادر على استنباط المعلومات اللي بتبقى موجودة في التدريب العملي، وتدمج ما بين الجزء النظري اللي انت بتدرسه في الدراسات العليا والكورسات والتدريب العملي. كده تقريبا انت جمعت ما بين النظرية والتطبيق، فبالتالي بقى عندك مخزون وقادر تتسند عليه. كمان إضافة، يستحسن تبدأ تدور وتتعلم ازاي تدور على ادواتك اللي انت هتشتغل بيها من اول يوم تدريب، ومن اول يوم انت اشتغلت فيه اشتغلت فيه على نفسك في الدراسات العليا مع التدريب والكورسات. هتبدأ تقابلك
مقاييس تحب تشتريها حاول تعرفها وتشتريها، ادوات تحاول تتعلم تستخدمها وتعرف تشتريها ازاي وتتعلم بتيجي منين. يعني خليك شخص فت. هل برضو هنقف لحد كده؟ يعني كملوا شوية. يعني ايه نكمل شوية؟ حاول تاخد لغة، حاول تتعلم كمبيوتر، حاول تتعلم كل الحاجات المتاحة اللي تقدر تقوي بيها السي في بتاعك وتقوي بيها شخصيتك والجزء المهني بتاعك قبل السي في. حاول تاخدها وفي اقرب فرصة. وتباعا خليك استغل طاقتك النشطة ما بعد الكلية واوعى توقفها. طول ما انت بتشتغل على نفسك ومكمل في النشاط اللي انت بتعمله، الموضوع هيبقى افضل واحسن الاف المرات، وفرصتك هتبقى احسن من الشخص اللي استنى بعد دراسته. خلاصة القول، اللي بيتعب بيلاقي، اللي بيشتغل على نفسه بيلاقي مقابل. حاجة اخيرة قبل ما اقفل الفيديو، قبل ما نخلص، في ناس هتيجي تقولك بعد التعب ده كله اخد راتب قد كده. مفيش حد بياخد راتب قد كده الا اذا كان هو قد كده. لو انت بقيت قد كده تاخد راتب قد كده، ولو انت بقيت قد كده هتشوف طرق تانية اصلا توظف فيها مهاراتك، هتعرف تشتغل على نفسك عشان تعرف تجيب فلوس. واضح؟ اظن الموضوع واضح. اللي محتاج حاجة او يسأل في اي حاجة ما تترددوش وكلموني على البيج. انتوا عارفين فين في التطبيق التاني هتلاقوا التطبيق او البيج بنفس اسم القناة. طبعا اللي عاملوا الفيديو ده لايك وكومنتات كتير عشان الفيديو يظهر للناس، واعملوا شير وابعتوه لاصحابكم او اصدقائكم اللي حابين يبداوا في المجال. كان معاكم احمد جمال، اشوفكم في فيديوهات جديدة. سلام.